3 2 1. المطار كالمعتاد جاي متأخر زي كل مرة، بس يعني بقى 20 دقيقة. أنا شكلي مخطوف الحاجة دي خالص. What is that? Hello? Yeah, it's Arm Hostel. Okay, how I can go inside? Okay. Bate? Ah, na minuto. Ah. Anh phải nể thác. Thank you, madam. Thank you. الست دي محترمة. الست دي محترمة، افتكرتها كنت عايز تاخد مني فلوس. طلعت بتساعدني ببلاش. هي بتقول لي تطلع الدور الخامس، هي بتقول لي بالارميني، طبعا انا مش فاهم اي حاجة بس شغال. من الحاجات اللي كان نفسي اعملها لما اجي ارمينيا هي دي. عندهم المياه في الشارع فور فري. لا حلو لذيذ. السيتي دي بتشحت. عاملين ايه في ارمينيا؟ مش عارف بيغنوا في ايه، بيغنوا الحاجه كده بس انا مش عارف ايه. رافعين الاعلام. لا دي المشكله ان انا حسيت بالوطنيه وبفكر اجيب علم مصر واخش معاهم في الحوار ده، ارفع علم مصر واقول لهم بلاد الله. متحف بتاعهم، انا مش عارف ده متحف ايه بس انا بصور وخلاص عشان بس الناس ما قالوش عليا اهبل، فانا بصور وعمال اصور الحاجات بتفرج بتمعن كده كأني فاهم حاجه. يعني بص دي طبعا هو الشكل يدل انه اسد، فمش عارف ده ايه. نحاول نقرا. يقول لك في 30 قبل الميلاد ايه الكلام ده؟ السيتي اوف اني ظاهر لي فلاوز. تمام، هي حاجه مالهاش اي لازمه، هم بس الناس بتيجي تصور معاها فانا عملت زيهم بس كده. درجة الحرارة ماينس 19. أول مرة أكون موجود في الأجواء ديت، والمشكلة إن أنا كنت لسه واصل النهاردة. المشكلة إن أنا واصل وما كنتش أعرف إن الأجواء هنا في أرمينيا كده. يعني أنا فاكر إن هم أسقع شوية من الإمارات، مش ماينس 19 والتلج في كل حتة ومش عارف. فأنا عايز أروح بس مش عارف أروح فندق هناك، بس انا مش قادر اروح الفندق، الناس سقعان وفي نفس الوقت مش قادر اقعد عشان سقعان برضه. فجبت قهوه نشربها ونحاول نستمتع بالاجواء الشتويه. بس اهم حاجه الفكره اللي تاخدها بقى من كل ده، لما تيجي تقرر تسافر اي دوله لازم قبل ما تروح تشوف درجه الحراره بتاعتهم هناك كام. ما تعملش زي انا رحت بظروفها، كنت فاكر درجه الحراره زي الامارات او زي مصر. طبعا ده تفكير متخلف، وجاي لبس العادي يعني مش جاي لابس تقيل، فانا متلج والناس حواليا كلهم لابسين بلطوهات وكوفيات وجوانتيات وانا صوابعي احمرت من كتر التلج. بس ايا كان
نحاول نستمتع بالاجواء الشتويه عادي. ما تعملش طبعا غلطتي ديت. قبل ما تسافر اي دوله لازم تظبط كل حاجه، لازم تبقى عارف انت هتلبس ايه ودرجه الحراره هناك كام وكل حاجه. وانا اتفاجئت كمان ان الاذان بتاع المغرب بكره صيام طبعا بتاع رمضان، كل سنه وانتم طيبين، ان الاذان بيأذن الساعه 9 عندهم، يعني المغرب الساعه 9. فليه؟ انا كنت في الامارات بفطر الساعه 5:30 وفي مصر كنت بفطر 5:30، فهنا الساعه 9. ايا كان انا بشرب قهوه. الانطباع الاول عن ارمينيا، لا دوله جميله، انا مستمتع، ولكن الشعب مش اجريسيف ولكن مش فريندلي، يعني مش بيفتح كلام معاك ولا بيتكلم معاك ولا اي حاجه. وما تخش تتكلم معاهم ما بيضحكوش. يعني الوحيد اللي حكيت لغايه دلوقتي هي اللي رحت جبت منها القهوه، واعتقد يعني طبيعي هي بتضحك عشان انا زبون بس مش اكتر، لكن بقيه الشعب ما بيضحكش. يعني مش عارف ليه، هل عشان خاطر الجو ساقع؟ ممكن الاجواء بتاثر على الشخصيه بتاعتهم، فمش بيضحكوا حتى مع بعض، وهم ما بيهزروش مع بعض. ما خدتش بالي ان حد فيهم بيهزر مع حد يعني، ولكن الاجواء جميله، انا مبسوط، سقعان بس مبسوط. بس ايا كان نحاول نستمتع وبس كده. وحاجه كمان، حاول تجرب البيكري عندهم البيكري والقهوه، لا جميله. انت تبقى ماشي الريحه بتشمها غصب عنك بتروح. يعني انا دلوقتي شميت ريحه وهي بعيده شويه، بس لا لازم تروح تجرب لان الريحه حلوه. بص تلج. عندهم الانجليزي مضروب بالنار، يعني الانجليزي بتاعهم مفيش، تتكلمش معاهم انجليزي، هو اصلا مش هرد عليك بالانجليزي، فانا بقضيهم معاهم مشاوره واشارات. فمش عارف ازاي، المفروض حتى اللي في المناطق السياحيه بيتكلموا انجليزي ولكن مش قوي، يعني اللي هو بيرد عليك كام رد كده، والباقي بيبقى عايز حد يكمل معاك ارميني بقى. ولو انت قدرت تفهم اللغه الارمينيه حاولت افهمها، او اللغه الروسيه حاولت اتعلم جملتين كده الواحد يمشي بيهم حلو، بس صعب قوي، الموضوع مش سهل. فبنحاول دلوقتي نجيب اي حاجه نتسحر بيها، نشوف زبادي ولا اي حاجه، بس 3/4 الاكل مش حلال، كل الاكل مش حلال، 95%. فانا بدور على اكل حلال. انا دلوقتي بحاول اجيب اكل حلال، ولكن انا مش عارف هل الزبادي والكلام ده بيبقى فيه حلال وحرام ولا لا، اللي هو بيبقى فيه بوركه او اي حاجه. بس بندور. انا اول مره اشوف انواع الزبادي ديت، انا عايز حاجه من اللي انا اعرفهم بس مش لاقي. بس الاسعار عندهم معقوله يعني كويسه مقارنه بالامارات، الاسعار كويسه. فعايزين نجيب بيض ومثلا زبادي نتسحر بيه. ايه ده؟ في دانون اهو، في دانون. طب حلو اللي نعرفه احسن ما نعرفوش. طبعا انا عايز اجيب حاجات عشان اتسحر، مش لاقي اي حاجه اعرفها. حتى البيض فيه اكتر من كذا نوع، انا مش عارف ايه الانواع دي كلها. فبس ان كان قلنا نعرفه اصلا ما نعرفوش. جبنا البيض دوت وجبنا رز، مش عارف ليه بس اي حاجه يعني. هل في حد هيتسحر رز؟ فجبنا بيض، نجيب زبادي، نجيب جبنه، يعني اي حاجه خفيفه كده للسحور لحد ما نشوف بكره هنمشي اليوم ازاي. لسه بقول لكم حاسس ان الناس هنا اجريسيف شويه. لا هم هنا الناس اجريسيف قوي. يعني كنت في السوبر ماركت ففي الصرافه بصور لواحد صاحبي حاجه يعني، فالواد راح جه راح بيقول لي امسح اللي انت صورت ايه. وطبعا هو مش بيقولها بالانجليزي، هو بيقولها بالارميني وانا مش فاهمه، فعمالين نتواصل بالاشاره. ف عادي يا عم، يعني بصور السوبر ماركت ومفيش اي اشخاص في السوبر ماركت، يعني انا بصور له حاجه في السوبر ماركت كنت بوريها له يعني. فلا الناس اجريسيف قوي، بس عادي. جبنا حاجاتنا دي ارمينيا بالليل.
فلا البلد لذيذه. المشكله بعد كل الوقت ده انا افتكرته ظابط ولا حاجه، يعني عارف الشخصيه اللي هو بيتكلم كده تحس هو ظابط، ولكن طلع في الاخر سكيورتي. طب يا ابني لا بلاش. التمشيه وسط التلج جميله، يعني انا مبسوط. اي نعم سقعان ولكن الجو كويس، وارمينيا بالليل جميله يعني انا عجباني. طبعا هي ارمينيا فيها نايت لايف ولكن مش مناسب لحالتي يعني، فانا مش عارف استمتع بالنايت لايف بتاع ارمينيا، ان هي قايمه كلها على انك تروح بار وكده. بس هي التمشيه فيها حلو، انا مبسوط في التمشيه. اهم حاجه المره الجايه او اي حد عايز يجي ارمينيا لازم تجيب جوانتي معاك، وتجيب كوفيه، وتجيب كل اللي هي اسمها ايه، اي حاجه تقيله، يعني تلبس اي حاجه تقيله عشان خاطر الجو لا ساقعه، الجو ساقعه. ولو انت بتفضل التمشيه بالليل ما انصحكش، يعني ما انصحكش غير لو لابس حاجه تقيله. لو لابس حاجه تقيله هتنبسط، لو مش لابس حاجه تقيله هتبقى زي كده. انا سقعان ولكن بحاول اتمشى كل شويه، يعني حرفيا كل 15 دقيقه او رايح جايب قهوه عشان خاطر ادفي جسمي يعني. والقهوه هنا عندهم جميله، القهوه عندهم مش غاليه وجميله، انت بتبقى شامم ريحتها جميله يعني. فوصلنا للفندق هو ده، فنطلع ونبتدي بقى يومنا بكره من الاول. يلا باي. شفت المقولة اللي هو بيقول لك لا تؤجل عمل يوم الى الغد؟ انا للاسف ما كنتش بعمل بالمقولة ديت خالص، بس من النهارده انا ندمت ان انا ما عملتش بيها. درجة الحرارة -20. انا لسه جاي النهارده، كنت في ابو ظبي امبارح او النهارده الصبح يعتبر، وكنت قلت هستحمى، كنت عايز اخش استحمى. قلت لا خلاص لما اروح ارمينيا بخش استحمى هناك. طبعا ده مش صح لان درجة الحرارة تخش تاخد قرار انك تستحمى، ده في حد ذاته قرار انتحاري. فانا مش عارف هاخد القرار ده ازاي. ما كنت استحميت في ابو ظبي، الجو هناك حر اصلا، كنت اخش استحمى والدنيا لذيذه، ولكن انا قلت لما اروح هناك، بس ما اعرفش ان هناك ان درجه الحراره -20، الجو تلج، وانا مش عامل حسابي في لبس. انا فاكر يعني جاي من ابو ظبي فاكر الجو زي ابو ظبي، ف يعني دي لقيتها كده متحطيت عليا، اشتريت البلوفر ده، فاي حاجه يعني. بس ارمينيا بالليل شكلها رايق. بصوا لا ورايقين، بيعملوا كروزات بالليل زينا. ف مش مهم. اللي عاجبني ان الفاكهه عندهم حلوه قوي، الفاكهه هنا طعمها حلو، فيوم لذيذ. نخش ننام دلوقتي، نستحمى ونتسحر وننام، ونصحى بكره الصبح بدري نبتدي اليوم ونحاول ننزل الداون تاون نشوف الدنيا هتمشي ازاي هناك. المكان دوت بيتباع فيه لوحات، شكله مكان ثقافي يعني، لان انا شايف ناس قاعدين، فشكله مكان بيعملوا فيه عادات ثقافيه. وده تمثال، مش عارف تمثال ايه، هو وشه مكشوف بس الاجواء حلوه. ده الكسكاده، ده المفروض اعلى نقطه في ارمينيا، ولما تطلع اخر نقطه فيها المفروض هتشوف السيتي كلها. فالمفروض نطلع الكلام ده، هنطلع دلوقتي. بس المشكله اللي مواجهاني ان انا صايم، جو ساقعه، والبتاعه دي شكلها عالي قوي، بس هنطلعها مع بعض. لغايه دلوقتي انا عدي ولسه قدامنا طريق طويل، واحنا برضو طلعنا شويه حلوين. يعني انت من هنا تقدر تشوف السيتي، بس من فوق هيكون
هيكون اعلى، هيكون شايف من حته اعلى فهيكون احسن. فنطلع الاخر عشان نشوف. دي أعلى نقطة في المدينة اللي هي يربن، دي أعلى نقطة في المدينة، اسمه كاسكيدا، أعلى نقطة في يربن. الجو كويس، احنا طلعنا كل الكلام ده، احنا طلعنا كل السلالم دي واحنا صايمين، فده حاجة حد ذات حاجة كويسة. أوريكم المنظر من فوق. وصلنا للتوب بتاع الكاسكيدا، ده المنظر من فوق. فاحنا وصلنا لاعلى نقطة فيه، يستحق يعني. هما بيقولوا المنظر بالليل بيكون احسن، فبفكر اطلع نفس المكان ده بس يكون بالليل، عشان بيقولوا بالليل بيكون بتشوف اضواء المدينة كلها. فممكن نطلعوا مرة تانية، بس هو لذيذ يعني، لذيذ. المشكلة انت هتنزل كل الكلام ده تاني ازاي؟ بس في حد قال لي ان في سلم كهربائي ممكن تستخدمه في النزول، فنستخدم السلم الكهربائي في النزول. بس انا اوريكم المدينة. دي المدينة من فوق اللي هي يربن. ده المفروض هنا من اكتر المعالم السياحية اللي الناس بتزورها. طبعا في تلج، لان درجة الحرارة النهاردة في درجة حرارة كويسة، هما هنا النهاردة -5، فدي كويسة بالنسبة لهم. عامل جسمك زي ما بتعامل لو عندك اغلى عربيه في الدنيا. هتعامل عربيتك ازاي؟ لو عندك فيراري او لامبورجيني هتعملها ازاي؟ طبعا يعني مش سهل انك يبقى عندك الكلام ده، بس يعني تخيل لو انت عندك الكلام ده هتعمل ايه؟ كل اللي هتهتم بيه اكيد مش الشكل الخارجي بس، اكيد هتهتم بالانتيريور بتاعها، فهتهتم بالصيانه بتاعتها الدوريه، هتهتم بالموتور، هتهتم بكل حاجه. فعامل جسمك بكده. احنا في جسمنا بنعامله، او كبني ادمين احنا بنعامل نفسنا ازاي؟ ان احنا يهمنا مثلا الشكل الخارجي، تروح الجيم عشان يبقى شكلك الخارجي كويس، وبتنسى تركز على حاجات مهمه اللي هي المنتل هيلث بتاعتك، اللي هي اهم من كل ده. هو المحرك بتاعك انت سايبه ومش شغال عليه، اللي هو المحرك اللي هو دماغك. ف يعني انا فكرت مع نفسي كده، لقيت بقالي اكتر من 7 سنين كل يوم بظبط المنبه، حرفيا كل يوم بظبط المنبه. بقالي 6 سنين مفيش يوم ممكن اكون ما ظبطتش فيه المنبه، حتى ايام الاجازه، لاني اتعودت اصحى في الوقت ده حتى لو مش هعمل اي حاجه. فلازم هتحتاج على الاقل شهر كامل ما تظبطش في المنبه. فخد اجازه شهر ما تعملش في اي حاجه خالص خالص. انت دي بيخليك ترجع تاني للتراك، يعني بيخليك ترجع تاني على التراك، ان انت تظبط ما تظبط. خلاص انت بترجع دماغك، بترجع كده دماغك رايقه،
عشان تبتدي تلانش من اول وتبتدي تتقدم، تعمل بروجرس في حياتك. فلازم تعمل الكلام دوت، لازم تريح كده شويه، تخلي دماغك تاخد الريلاكس بتاعها لمده شهر كامل بدون اي ستريس، بدون منبه، بدون شغل. فاللي اقصده هنا ان انت لازم تعمل ريستارت لدماغك. عارف ان انت دماغك شغاله بقالها فتره، محتاجه تعمل ريستارت. فخلاص يعني هي طلبت الريستارت، كفايه. خد ريست، خد اي حاجه، خد لك شهر اجازه من اي حاجه، ما كانش فيهم اي حاجه، ما كانش فيهم اي حد يعمل لك ستريس في دماغك. افصل فيهم عن العالم كله. شوف بقى هتعمل ايه، تسافر سفريه لوحدك. انا بفضل الموضوع دوت، تسافر سفريه كده لوحدك اي مده، اسبوع، شهر، اي حاجه، وما تردش فيه على تليفونات ولا تعمل اي حاجه. انت عايش في حياتك بس، خد بعضك، انزل اتمشى، شوف ناس جديده، بس لمده شهر واحد عشان ترجع على التراك تاني من الاول. فجرب الموضوع دوت، هتلاقي نفسك بقيت يعني حاسس ان انت استعدت نفسك من الاول، ابتديت من الاول، دماغك رجعت تاني تشتغل. لان انت لو بصيت فيها هتلاقي نفسك بقالك اكتر من كام سنه كل يوم بتظبط منبه. انت حرفيا كل يوم بتظبط المنبه، بقالك اكتر. يعني انا بالنسبه لي بقالي اكتر من 7-8 سنين كل يوم بظبط المنبه لمده 8 سنين متواصله. اللي هو بظبط المنبه لمده 8 سنين متواصله. يعني اول مره انام كويس كان امبارح، ان انا ما ظبطش المنبه ولا صاحي، اللي هو ما وريش حاجه اعملها، صاحي مش عارف هعمل ايه اصلا، صاحي بظروفها وبنام في اي وقت براحتي. فهي دي الفكره، ان انت محتاج تفصل. فصلان دوت بيخلي دماغك تريلاكس، وانت بتشيل كده، عارف اللي هو تشيل اند ريلاكس. فانت بتعمل الكلام دوت عشان ترجع تاني على التراك من الاول. فجرب الموضوع دوت، ايا كانت عواقبه ايه، ايا كانت مش هيدخل لك فلوس الشهر دوت، ايا كانت اي حاجه، بس انت هتكسب. حتى لو ما دخلكش، ما كسبتش فلوس، هتكسب حاجه اهم من الفلوس. هتكسب ان دماغك راقت، عملت لها صيانه داخليه، ارتاحت من طول النهار الموتور اللي في دماغك ده شغال، خلاص خد راحه. فلما ترجع تاني تبتدي من الاول وترجع للشغل، هتلاقي نفسك حرفيا بني ادم واحد تاني. هتلاقي نفسك دماغك في حته تانيه، بتفكر احسن، مركز في شغلك اكتر. خلاص انت خدت يعني عملت ريستارت وخدت اجازه، بطلت تشغل دماغك لمده شهر. فلما هترجع احسن من الاول مليون مره. جرب الموضوع ده بس كده يا سيدي. انا بجرب الموضوع ده دلوقتي، اي نعم لو ساعه شويه، بس انا بجرب الموضوع ده.